الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن من مقاصد التشريع وغاياته تهذيب الأخلاق وتحسينها، ومن تأمل ذلك وجده ظاهرا جليا في كثير من شرائع الدين. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر النفس من الأثرة والبخل، والحج كذلك يستلزم البعد عن الرفث والفسوق والجدال. وفي الصوم تتجلى غاية تهذيب الأخلاق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي تستوجب التخلي عن رذائل الأخلاق وسيئها، بل جاء ذلك صريحا واضحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام الحق يتطلب البعد عن الأخلاق الرديئة، بل إن الصيام الحق ليورث الصائم من فضائل الأخلاق ومحاسنها ما يشهد به واقع الصائمين وأحوالهم من العفو والصفح والرأفة والعطف والجود والإحسان وغير ذلك من الآداب الزاكية والأخلاق الفاضلة. معشر الصائمين، وإذا أردنا الحديث عن واحد من الأخلاق الفاضلة التي يورثها الصيام ويربي الصائمين عليها، فإن أظهر ما يتجلى ويبرز منها خلق الإحسان والجود. فنفوس الصائمين تسخر بالعقل البذل، وأيديهم تمتد بالعطاء ولا قول، فهم يترسمون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في جوده وإحسانه. وقد كان أكرم الناس وأجود الناس وأعظمهم بذلا وأكثرهم إنفاقا في سبيل الله، وهو في رمضان أكثر جودا وأعظم سخاء. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس
وكان أجود ما يكون في رمضان. فالجود والإحسان في شهر رمضان هو من الهدي النبوي، وحري بالمسلم أن يعود نفسه البذل، فالصدقة تجارة مع الله. والله تعالى يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عباد الله، وإذا رام المسلم الإنفاق على وجهه والصدقة في محلها، فإن ثمة فقها يبين مجالات الإنفاق ومراتبه وآدابه، وكل ذلك بين في آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالصدقة والإنفاق لا تقبل ولا يثاب عليها إلا إذا كانت من كسب طيب، فما حصله العبد من مال حرام، ربا أو رشوة أو سرقة أو غش أو غصب، فكل ذلك خبيث لا يقبله الله، وصاحبه مؤاخذ به محاسب عليه يوم القيامة. ومن آداب الإنفاق ألا يقصد المرء إلى الردي من ماله والدني مما عنده فيتصدق منه، بل يجب عليه أن يستشعر أنه يتعامل مع الله وهو الغني الحميد. وقد قال سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالأدب أن يتخير الطيب الحسن فينفق منه. وقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومن الآداب الواجبة البعد عن المن بالعطية، فإن التمدح بالإنفاق والحرص على إشهاده ليعلمه الناس مبطل للأجر مفسد للعمل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإتباع الصدقة والإصرار بها أكمل لأجرها وأتم لثوابها، ما لم تكن هناك مصلحة في إبدائها والعلن بها. يقول عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفقني الله وإياكم للإحسان والإخلاص في العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من الآداب الواجب مراعاتها في الإنفاق ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقد بين الحديث أن ثمة نفقات واجبة يبدأ بها، فالنفقة على الأهل والأولاد آكد وأوجب من تطيعهم وقصد غيرهم بالصدقة والإنفاق، فالأقربون أولى بالمعروف. والله تعالى يقول:
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبدأ بالوالدين ثم الأقربين. وهكذا يجب على المتصدق أن يراعي الأولى فالأولى، وأن يقصد بصدقته أولى الناس بها ما أمكنه ذلك، وكذلك أن يتخير المجال الأنفع للمسلمين في تفريج كربهم وسد حاجاتهم. إن ثمة مجالات يغفل عنها ذوي اليسار، وقد لا ينشغل للمساهمة فيها، فتكون أجدر بالدعم وأولى بالبذل. كما أن الواجب على المنفق أن يبذل وسعه في وضع ماله في جهة موثوقة وأيد مأمونة ليصرف في جهته ويعطى لمستحقه. وإن من المنصات الرسمية الموثوقة التي تستقبل التبرعات منصة إحسان ومنصة هرية وتبرع وغيرها من المنصات الرسمية التي تسهم في بناء المساكن للمحتاجين أو سداد الديون عن الغارمين وغير ذلك من مجالات البر. فبارك الله لكل منفق وأخلف عليه. هذا وصلوا رحمكم الله على من أمرت بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين منهم والمجاهدين منهم في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا واحفظ ولي امرنا هيئ له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح اعمالنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم ارفع بها درجاتنا وحط بها من سيئاتنا واغفر لنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على جميع نعمه